السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله مكي من مكة المكرمة من قلب مشعر منى. الآن هو وقت بعد صلاة الظهر، وقت الغداء، وفي مشعر منى. أنا الآن في مكتب واحد، نشوف إيش عندنا في الغداء اليوم في مكتب واحد. ندخل جوا، هذا مدخل البوفيه. شوفوا على يد اليمين نفس الأشياء كلها اللي عموما تكون موجودة، كراسون، كيك والأشياء هذه كلها. وعلى هنا هذا للشاهي، الله يكرمكم. وهذه الأشياء هنا برضو للشاي، حليب والأشياء هذه كلها، نسكافي. وهنا كباب لحم، وهذا أتوقع إنه كباب دجاج. ما شاء الله تبارك الله. هنا عندكم الرز، دجاج، هذا خضار مشكلة، هنا حلا، وهنا عندكم زلطة، وهنا برضو رز زي ما هو كل شيء، دجاج ورز. وهذا كله شوف البارد ما شاء الله مليان في الثلاجات، زبادي مليان، عصير مليان، لبن، زبادي كله، موية، الأشياء هذه كلها موجودة. وعلى هنا شوفوا ايش، اندومي، عيش، فواكه، وهنا هذا ايس كريم. هذه هي الأشياء كلها. ونخرج من هنا، وأنا في بالي أخذ لي جولة صغيرة كده هنا، وبعد كده أخرج على نفس المكتب حقنا رقم 6 على أساس أشوف هناك إيش في الغداء، أوريكم هناك الغداء إيش فيه. المخيم هذه ما في زحمة، والله يكرمكم. بعد الغداء الشباب جالسين ينظفوا في المخيم. وشوفوا في الممرات في محطين، الله يديني اسمه، طاولات مع كراسي، والحجاج جالسين على الطاولات. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا زي كذا. وبدأوا تجهيز تبريد المويه للعشاء. ما شاء الله تبارك الله. وأنا الآن متجه على جهة مخيمنا، مخيم رقم 6. مخيم رقم 6. حاخرج من هذا المخيم، من مخيم رقم 1، وأوصل مخيم رقم 6 بإذن الله. وهذه هي البوابة الرئيسية. شوفوا حراس الأمن جالسين، والحجاج كده جالسين ينتظروا أحد. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا. وعلى ذي الجهة إذا نشوف حجاج بيت الله الحرام، هذول واقفين، الجروب هذا واقف ينتظر رئيس المجموعة حقتهم. وخلف هذا الجروب شوفوا كيف ما شاء الله الحجاج متجهين على الجمرات عشان يرجموا الجمرات. والجمرات شوفوها أمامكم، شوفوا هذه هي الجمرات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ندخل من هنا ونطلع من البوابة الثانية. المخيمات تكون مفتوحة كده على بعضها. شوفوا هذا المخيم دخلت وأنا مرة ثانية، يعني خرجت من مخيم ودخلت في مخيم آخر عشان أخرج من البوابة الثانية. شوفوا هذه البوابة الثانية بخرج منها، وبذي الطريقة أدخل البوابة الثانية اللي على هناك. هو هنا مخيمنا، أخذ من هنا يسار ومخيمنا هناك. وهذا هو طريق المشاة. شوفوا كيف طريق المشاة، الحجاج رايحين يرجموه. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا المرشدين معاهم، المرشدين بيودوا الحجاج لأداء نسك الحج. دخلت مخيم رقم 2.1. الممرات شايفين كيف ما شاء الله ممتلئة، والحجاج رايحين جايين. المخيم هذا بيفرق عن مخيم رقم 1. إذا نوصل بعد هذا المخيم، نوصل مخيم رقم 6، يكون الوضع اتغير مرة زيادة.
تكون الصورة مختلفة دحين تشوفوا. بعد هذا المخيم زي ما انتم شايفين يميني ويساري جبسن بورد وغرف، ما شاء الله تبارك الله. الدنيا متغيرة، لكن هنا من يوم أعدي هذه اللوحة شوفوا كيف هتغير الوضع مرة 90 درجة. سبحان الله. وهذا الآن زي ما قلت لكم وقت الغداء أو بعد وقت الغداء. شوفوا كيف هنا الناس يختلفوا، كمان الحجاج يختلفوا عن الباقات الثانية، باقة ألف أو مخيم رقم 1 ومخيم رقم 6. مرة الحجاج كمان يختلفوا. شوفوا وضع الحجاج هنا، مطلعين الصوف برا، محطينها برا بسبب الحرارة. والحجاج هنا يكون أكثرهم من أحياء عادية، ما هم VIP، ما هم ناس كبار، ناس عاديين، مرة عاديين. شوفوا كيف المخيم هذا بيختلف عن اللي قبله. كذا دحين اخرج من هنا واروح على هناك. شوفوا كيف المخيم هذا حقنا بوابته الاساسيه، شوفوها هنا. الحجاج بيدخلوا من هناك. والان انا متجه لمخيمنا اللي هو في او خيمتنا اللي هي في هذا المخيم. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الحجاج بيطلعوا الصوف برا، ما يبغوها داخل المخيم بسبب الصوف هذه بتسبب حرارة. الصوف هذه ما تكون باردة. والباقات هذه تختلف بمبالغها. الباقة الأولى اللي شفناها مكتب رقم 1 باقته تقريبا 20,000 ريال، ورقم 2 أقل من 20، يقولوا تقريبا 17,000 ريال تقريبا. والباقة اللي بعدها تقريبا من 12 ل 13,000 ريال. فبسبب هذه الباقة تختلف منطقة المخيم كمان، والخدمات اللي يعطوا الحجاج. دحين أنا أشوفوا كيف وصلت في نص المخيم، وعلى يميني هذه الحمامات. شوفوا الحجاج مطلعين الصوف كمان برا. وبكرة آخر يوم، بكرة بعد الظهر الحجاج يبدأوا يخرجوا من هنا. بكرة جمعة كمان، أنا ما أدري دحين ماني عارف أصلي الجمعة في منى ولا أصلي الجمعة في الحرم، بعدين أرجع منى وأرجم وأروح، لأني أنا ما أقدر أرجم قبل الظهر قبل الزوال، لازم أرجم بعد الزوال. الوقت يبدأ هو بعد زوال الشمس. وأشوف بكرة ممكن أكون هنا، ممكن أروح الله يكرمكم الحرم ما أدري، أو ممكن أصلي الجمعة في مسجد خيف، مسجد منى. كذا أنا وصلت عند مخيمنا الحمد لله. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نشوفكم على خير. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.